مرة أخرى تتمكن مصالح أمن ولاية سكيكدا ومن خلال الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية وبمسعى حمايتها الاقتصادي الوطني من استهداف جماعة إجرامية تنشط وطنيا في ارتكاب جرائم التهرب الضريبي وتبييض الأموال بتمكينها للمكلفين بالضريبة من التملص من الحقوق الجبائية وبالنهاية تحصيلهم لعائدات إجرامية من وراء ذلك، وهي القضية النوعية التي بيّنت معالجتها الاحترافية عن مرتكزات الأسلوب الإجرامي المعتمد من قبلهم، من حيث أن أفرادها الذين تم تشخيصهم وتوقيفهم تباعا وفي ظرف قياسي وجيز يتسترون باستغلالهم للمناصب الإدارية التي يشغلونها كإطارات مع الشرعنة الظاهرية اللاحقة لهذه العائدات بتبييضها لدى ممارستهم لنشاطاتهم التجارية المقننة، لتفضي التحريات إلى حصر ما تتجاوز قيمته 100 مليار سنتيم مما تم تضمينه طي فواتير المجاملة التي يصطنعونها باعتمادهم لبيانات لقواعد تجارية وأنشطة لا وجود لها يوفرها لهم وسطاء يلعبون دورا محوريا في الشبكة. الفرقة المحققة تمكنت من تجميع أعباء الإثبات الكافية والتي على أساسها تم توجيه الاشتباه إلى الضالعين في ذلك فيما بين أشخاص معنوية وأخرى طبيعية بتحرير بشأنهم ملف إجرائي موضوعه تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنح التهرب الضريبي وتبييض الأموال عن طريق التزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية والمحررات التجارية والشهادات، وكذا بتقليد أختام الدولة، وأيضا بإساءة استغلال الوظيفة عمدا والمشاركة. بموجبه تم تقديم أفراد الشبكة 12 أمام نيابة محكمة سكيكدا.